إيه الاخبار؟ انا عارف يمكن الفيديو ده اتاخر شويه، بس اوعدك ان في حاجات هتفيدك جدا. يا ترى بدات في وضع خطه للسنه الجديده ولا لسه؟ الحقيقه انا عارف ان كتير منكم ما بقاش عنده خلق ولا طاقه ان هو يخطط ولا يحط اي اهداف، يعني ماشيين بمبدا هيام وبنعش. وعارف كمان ان البعض منكم مكسل ان هم يعملوا خطه ويكتبوا اهدافهم، مش علشان هم فاشلين، لكن علشان زهقوا من خيبه الامل اللي هم بيتعرضوا ليها كل سنه، زهقوا من امالهم الضايعه واحلامهم اللي اتحولت لسراب. عشان كده انا جاي اقول لك اوعى اليأس يتسرب لقلبك يا صديقي، الوقت لسه ما اتأخرش، ويمكن الفيديو ده وقع بين ايدك لاجل صدفه قادره ان هي تغير حياتك وتحقق لك حاجه انت ياما حلمت بيها. يلا بقى اسمع مني الكلمتين دول في رحله جميله وقصيره، واوعدك انك هتستمتع فيها. في البدايه وقبل ما تخطط لاي حاجه يا صاحبي، انا عايزك تعمل شويه حاجات، واحنا لسه يا هادي في بدايه السنه الجديده. الحاجات ديت بجد هتفرق معاك وهتخليك تبدا السنه بروح وهمه عاليه. اولا انا عايزك تغير ديكورات بيتك. استنى بس وما تفهمنيش غلط، انا مش بقول لك روح اشتري حاجات بالشيء الفلاني علشان تغير ديكور بيتك، ولا بقول لك انك تقضي ساعات طويله علشان تعمل كده. انا كل اللي عايز اقوله لك انك تعمل تغيير بسيط في بيتك او في الاوضه اللي انت بتقضي فيها اغلب وقتك. ان شاء الله حتى تغير مكان الكراسي، مجرد تغيير بسيط. سامعك يا اللي بتقول هو ده اللي ربنا قدرك عليه يعني، وعمال تقول ان هغير حياتك وكلام كبير وكلام وبتاع. حاول تفهمني يا صديقي، التغيير اللي انت هتعمله في بيتك هيبقى بشاره لبدايه جديده. نفسيتك هتتغير لان الانسان من طبيعته الملل، فدايما محتاج تجديد ولو حتى بسيط. تاني حاجه انا عايزك تعملها انك تحسن علاقاتك مع اسرتك واصحابك. يا سلام كده لو قمت بعت لكام صديق ليك رساله تقول له يعني كل سنه وانت طيب، كل سنه وانت معايا، كل سنه وانت موجود، او تبعت لعم او خال بقالك زمن ما سالتش عليه بحكم الايام ومشاغل الحياه يعني. ثالث حاجه، يا ريت تستشعر نعم ربنا عليك، تفتكرها وتقدرها وتشعر بالامتنان على كل لحظه مرت عليك وانت سليم بصحتك وغيرها من نعم. رابعا بقى يا صديقي، انسى الحاجات الوحشه اللي حصلت معاك في الماضي، وصدقني الانسان لما بيحب ينسى حاجات بينساها. جرب كده وهتدعي لي. ودلوقتي بقى وبعد ما تعمل النصايح اللي انا لسه قايل لك عليها ديت، نقدر نبدا نخطط للسنه الجديده على نظافه بهمه عاليه جدا، يعني قادر انها تحقق المستحيل. يلا بينا نعرف هنخطط للسنه الجديده ازاي. بس الاول، هو يعني ايه اصلا التخطيط لسنه جديده؟ ما هو بص، انا مش جاي اقول لك كلام انشا، انا جاي اقول لك كلمتين في المفيد. التخطيط للسنه هو وضع اهداف وكيفيه وطريقه تحقيق الاهداف ديت اللي انت حاططها. يعني ما تجيش تقول لي انا عايز اجيب مجموع عالي وتروح ساكت، لا انا عايزك تقول لي ايه هي الحاجات اللي انت لازم تعملها علشان تجيب مجموع عالي، زي طريقه المذاكره وعدد الساعات وترتيب المواد وغيرها من امور. وبعد ما عرفنا يعني ايه تخطيط، تعالى بقى يا صديقي نشوف هنخطط للسنه الجديده ديت ازاي. النقطه الاولى، بص على السنه اللي فاتت. عارف ليه؟ علشان تتعلم من اخطائك، بس اوعى تحزن ولا تندم عليها. كل اللي انا عايزه منك دلوقتي انك تشوف انت وجعت في الغلط نهوف وليه وازاي، وبالتالي تتجنب اسباب الوقوع في الغلط وما تعيدش القاره من جديد. النقطه الثانيه، زي ما بصيت على اخطائك برضه بص على الانجازات اللي انت عملتها في السنه اللي فاتت. ادي نفسك حاجه واوعى تقلل من اي انجاز حتى لو كان بسيط. حس بالفخر، بس اوعى تاخدك العزه بنفسك والفخر يتحول لكبر وغرور، والا هتقع في الحفره ومش هتقدر تتقدم خطوه واحده بس لقدام. نيجي للنقطه الثالثه، دلوقتي بقى جه الدور انك تكتب اهداف السنه الجديده. وعلى فكره ممكن الاهداف ديت يبقى من ضمن الاهداف اللي فشلت في تحقيقها السنه اللي فاتت. ده مش ضعف ولا فشل، ده تحدي واصرار. وصدقني مسيرك في يوم من الايام انك توصل لاي هدف وحلم انت حطيته. لاحظ ان قلت لك اكتب، اوعى تكتفي بوضع الاهداف في دماغك، ده حتى الذاكره خداعه يا صديقي. النقطه الرابعه واللي كتير مش هيقول لك عليها، خلي لكل هدف جدول زمني، وهقول لك ازاي. يعني بلاش تحط الهدف بدون تاريخ لانجازه خلال السنه، والا دماغك هتريح وتقول ياه لسه قدامك سنه كامله. بينما في الحقيقه يا صديقي السنه ديت بتمر في لمح البصر. خلينا اديلك مثال، لنفترض انك عايز تخس، ما تكتبش في قائمه اهدافك انا عايز اخس وخلاص، بس اكتب انا عايز اخس 20 كيلو مثلا خلال 3 شهور، وهبدا الدايت في يوم كذا وهنتهي منه في يوم كذا. لكن تخيل كده لو سبتها مفتوحه، اغلب الظن يا صديقي انك مش هتنجز، وعقلك الباطن هيريح بحجه ان احنا قدامنا وقت طويل. خامسا، ارجوك ثم ارجوك ثم ارجوك خليك واقعي، بلاش اهداف خزعبليه عشان ما تحسش بالاحباط. خلي الهدف واقعي، مش بس واقعي، واقعي ومنطقي. احسبها بالورقه والقلم. الواقعيه هنا كمان انك ما تجيش تحط جدول عمل اثناء المناسبات، يعني ما يبقاش بكره العيد وتقول والله انا نويت اخلص كورس الجراف العيد، لا خد اجازه. بلاش تعزم نفسك ولا تضغط عليها بكل بساطه علشان انت مش آلة. سادسا، خليك فاكر انك مدير نفسك والرقيب على ذاتك. لو وجعت
ارجع قوم تاني، ولو قصرت في فترة لازم ترجع، واعرف ان هي يعني مش نهاية المطاف. واوعى تضحك على نفسك، اعرف ان نجاحك لنفسك، ولو فشلت ما تلومش الا نفسك. سابعا، حاوط نفسك بالناس النشيطة وابعد عن الكسال اللي هم هيرجعوك 100 خطوة لورا، وما هينوبك منهم الا التأخير واليأس وخيبة الامل. تامن نقطة يا صديقي، يا ريت من ضمن اهدافك انك تحط هدف ليه علاقة بالاستثمار في نفسك. بص انا مش جاي في الفيديو دوت اوجهك ولا احدد اهدافك، بس في ثوابت، حاجات كلها فوائد ومنافع، زي انك تتعلم حاجة جديدة مهما كان سنك او منصبك. خليك دايما فاكر ان مفيش انسان بيكبر على التعليم. مهم جدا كمان انك تستثمر في صحتك وتحط على قائمة الاولويات في الاهداف بتاعتك السنة الجديدة. اخيرا وليس اخرا، حافظ على علاقتك الروحانية مع ربنا، لان هي غذاء للروح وراحة للبال في عز ضغوطات الحياة والتصارع والتنافس فيها. فخلي علاقتك بربنا قوية جدا وحطها من ضمن اهدافك واولوياتك في الحياة. وخليك دايما فاكر ان التخطيط للسنة الجديدة كفيل ان هو يغير لك حياتك وينقلك لحتة تانية خالص. خلي بالك ان في ناس بتمر عليهم سنين وسنين مرور الكرام، فبالتخطيط الصحيح والعمل الجاد مش هتبقى منه. ما تنساش بقى انك تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو لو عجبك، وتقول لنا رأيك في الاداء والتقديم. لو عندك اي اقتراحات او اي موضوعات حابب ان احنا نغطيها لك في فيديوهات، يا ريت تكتبها لنا في التعليق. ومبسوط جدا انك مشترك معايا وانك وصلت للنقطة ديت في الفيديو. ده معناه انك شخص كويس وعندك النية انك تستثمر في نفسك وتكون حاجة كويسة وحاجة حلوة. اوعدك انك تستثمر في نفسك اكتر واكتر، وانك تبحث على اليوتيوب على فيديوهات بتفيدك، واشترك في القناة ان احنا ننزل فيديوهات بتفيد ان شاء الله. سلام.